عرفنا في الأحداث اللي فاتت إن ريليانا رايحة للمعبد علشان تشعل النار المقدسة، وهي في طريقها للمعبد دلوقتي ومنبهرة جدا بشكل الأشجار على جوانب الطريق. فقال لها أحد الحراس بإن أي حد كان بيزور المعبد كانوا بيزرعوا الأشجار دي في طريقهم للمعبد، وكمل وقال لها إن رئيس المعبد يعتبر أسطورة حية بكل معنى الكلمة، وده اللي خلى ريلينا تتخيله بالشكل ده. وبتنبهر ريلينا بشكل المعبد من بعيد. أول ما بتوصل ريلينا بتحييها واحدة من العاملين في المعبد واسمها يوجينا، وبتدخل معاهم يوجينا وبتدلهم على المكان اللي هتقيم فيه ريليانا. لكن ريليانا بتلاحظ ان المكان بداخل المعبد دافئ جدا عكس براه تماما، وبتسألها ريليانا عن السبب. فقالت لها يوجينا بان في قوة سحرية بتحمي المعبد، واللي عمل كده العاملين بالمعبد علشان يحموه ويخلي المناخ اللي جوه المعبد ادفى من براه، وكأن المعبد محمي ومغلف بداخل قبة كبيرة شبه الحاجز، ودي اللي بتحافظ على درجة الحرارة المناسبة بداخل المعبد. وده اللي خلى ريليانا تنبهر جدا. ولما بتقف يوجينا قالت لريليانا ان الشخص اللي عندهم اللي لازم يشعل النار المقدسة بيعملوا له طقوس زي طقوس التطهير بالظبط. وبتودع ريليانا الحارس ادم تايلور علشان تروح مع العاملة علشان تاخدها لغرفة التطهير. وريليانا معجبة بكل حاجة في المعبد، ده غير مكتبة المعبد الكبيرة جدا واللي فيها بيتم الاحتفاظ بكل نسخة من الكتب اللي موجودة تقريبا في العالم كله. وبتوريها يوجينا حديقة المعبد، واللي بعدها بيبقى موجود الحاجز اللي اتكلموا عنه في الاول. وكمان وريتها المكان اللي هيتم فيه تطهير ريليانا 3 مرات في اليوم، في الصبح وبمنتصف اليوم وفي المساء، علشان تشعل النار المقدسة. وبتدلها يوجينا على غرفتها. واول ما بتشوف ريليانا حساء التطهير اللي لازم تاكله بتكون قرفانة منه جدا، وبتبقى متضايقة جدا لانها المفروض تاكله في كل مرة هتروح فيها الحمام التطهير، يعني 3 مرات في اليوم. ريليانا ما بتبقاش حتى مستحملة انها تشمه. ولما قالت لها العاملة انها لازم تاكلها علشان تطهر جسدها، قالت لها ريليانا ده شكله هيطهرني ويموتني. لكن يوجينا بتقنعها بانها تتعود عليه بعد كده. بعدها بتروح ريلينا لحديقة القصر وهي متضايقة جدا انها اكلت الشيء السيء ده، وازاي هتقدر تاكله في منتصف اليوم وكمان في المساء وكل يوم لحد ما المراسم تبدأ. وبتتمنى ريليانا انها لو تقدر تهرب من المكان ده. فجأة بتلاقي ريليانا طائر بيقع غصب عنه في المية، وحست ريليانا ان هو بيغرق. مين كان شايف المشهد ده؟ هيكا اللي قاعد على احدى فروع الشجرة، رئيس المعبد اللي اتعرفنا عليه قبل كده. المهم بعدها قررت ريليانا انها تدخل البحيرة وتنقذ الطائر ده، وبالفعل بتنشف الريش بتاعه من المية. وفجأة بيتكلم معاها هيكا، وكان باين على ريليانا انها ما تعرفش هو مين بالظبط. وقال لها ان ده طائر محلق ما بيعيش غير في درجات الحرارة المنخفضة في السماء. واول لما طائر منهم بيدخل الحاجز الدافئ بتاع المعبد ده بيتعبوا جدا من اختلاف درجة الحرارة، فبيضعفوا وبيموتوا كده زي ما انت شايفة بالظبط. وسواء مات بالغرق او بسبب درجة الحرارة ففي الحالتين هيموت. لكن بعد ما بتسمع ريليانا الكلام ده ما بتفقدش الامل، وبتقوم تعدي الحاجز. فبيستغرب هيكا جدا من ردة فعلها، وبيمشي وراها وبيقول لها انت ناوية تعملي ايه بالظبط. وبيقول لها لو انت ناوية انك تطيريه من الحاجز فهو هيموت برضه، لانه مش هيستحمل التغير في درجة الحرارة دي. ريليانا برضه بتكمل في طريقها وبتتجاهل كلامه تماما، وهو متضايق ازاي هي مش عارفة هو مين. وقررت ريليانا بانها تطلق الطائر علشان يطير، لكن المفاجأة انه بيقع على الارض. فقال لها هيكا مش انا قلتلك انه مش هيستحمل التغيير في درجة الحرارة وانه هيموت كده كده سواء انت طيرتيه او لا. ساعتها زعلت ريليانا جدا من كلامه، وافتكرت نفسها لما كانت في عالمها الحقيقي. وبعدها وقعت لما زقها واحد ما تعرفوش، وحست بنفسها انها شبه الطائر ده جدا. وراحت اتدورت له ومسكت وشه وقالت له ممكن تقفل بقك ده بقى؟ سواء الواحد مات او لا فده مش مهم، لكن المهم بانه يكون عنده الاراده انه هو يعيش من الاساس. وبعدين انت عمال تتكلم عن الموت كتير كده ليه؟ هو ده اللي بيعلمه لكم في المعبد؟ فبعد ايديها وقال لها ازاي تعملي معايا انا كده؟ هو انت ما تعرفيش انا مين بالظبط؟ فقالت له لا معرفش. وانت كمان تعرف انا مين؟ فقال لها وانا هعرف منين بقى؟ وهي بتقول في نفسها الطفل الوقح ده جالي منين؟ فبيقول لها وهو متضايق جدا بتقول ازاي انا طفل؟ انا هيكا العظيم ما تعرفيش ازاي؟ لكن فجأة في وسط كلامهم بيطير الطائر مرة تانية اللي وقع على الارض، وهيكا منبهر جدا باللي حصل قدامه، مش مصدق ان الطائر طار فعلا زي ما قالت ريليانا بالظبط. فقالت له ريليانا بكل فخر مش انا قلتلك ان الواحد المفروض ما يفقدش الامل؟ وسابته ومشت، وهو بيفكر في كل كلامها ومنبهر جدا بيها. واثناء رجوع ريليانا لغرفتها بتفتكر الحساء اللي المفروض تشربه وهي متضايقه جدا، وبتقول مفيش اي طريقه تنقذني من الحساء ده، وبتحاول تستخبى علشان محدش يلاقيها. لكن فجأة بتظهر وراها يوجينا اللي كانت اصلا منتظراها في الوقت ده،
وريليانا خايفة ومتضايقة جدا. في نفس الوقت ده كان هيكا بيستدعي كل البنات العاملين في المعبد، لكنه للأسف ولا واحدة فيهم البنت اللي شافها في الحديقة، وهو بيزعق للمساعد بتاعه وبيقول له حتى طلب بسيط زي ده مش عارف ان انت تنفذه ليا؟ انا قلت لك انها شبه الرسمة اللي انا رسمتها دي بالظبط. فقال له المساعد بتاعه انا جبت لك كل المتدربين اللي موجودين هنا في المعبد ومع ذلك ولا واحدة قلت عليها هي دي، اعذرني ممكن تكون انت مش فاكر شكلها كويس. فبيغضب هيكا جدا، ولما سأله المساعد بتاعه هو انت بتبحث عنها ليه اصلا؟ فقال له هيكا علشان اعرفها انا مين بالظبط. فبيقول له المساعد في نفسه شكله كده اتجنن بعد ما وصل للسن ده، وبيرجع يقول لهيكا ان مفيش حد في المعبد ما يعرفش انت مين بالظبط. فقال له هيكا لا، في واحدة ما تعرفش ان انا مين بالظبط، انا متأكد انها موجودة وهروح ابحث عنها بنفسي ومش عايز منك اي حاجة. وبالفعل بيجري هيكا ورا المساعد بتاعه علشان يبحث عن ريليانا. تاني يوم في الصباح الباكر لما بتكون ريليانا في حمام التطهير بتفضل تفكر في اللي حصل لها وانها قد ايه مش مستحمله اللي بيحصل لها ده دلوقتي، واكتر حاجه مضايقاها هو الحساء اللي بتشربه كل شويه، وعماله تفكر ازاي ما تشربوش تاني، وبتقول يا ترى ان هو دلوقتي عامل ايه. عموما يعني كل معاناتي دي بسببه، هو اللي جاب لي الوحش الكبير الضخم ده، علشان كده تم اختياري انا لاشعال النار المقدسه. وبنروح لنوع اللي كان عمال يفكر في التنين اللي ريليانا نفسها ان هو يصطاده لها، وبيقول للحارس آدم تايلور بان خطتهم الجايه يروحوا للجبال هيلر علشان يدوروا على التنين ده لريليانا. واثناء ما بتاخد يوجينا حساء التطهير لريليانا بتقول لنفسها ان السيده ريليانا لا تقارن ابدا بالسيده فيفان اللي حضرت مراسم التطهير السنه اللي فاتت، قد ايه كانت معاملتها سيئه جدا مع الجميع، خصوصا لما كانوا بيجيبوا لها حساء التطهير. وعلى الرغم ان السيده ريليانا بتشتكي من الحساء ده جدا، لكنها مهذبه جدا في كلامها، ده غير انها بتسمع الكلام وبتتناوله. في النهايه بتفتح الباب ريليانا للسيده يوجينا وهي متضايقه جدا، وعماله تقول لها مفيش اي طريقه تتخلص بيها من الحساء ده وانا مشربوش، ارجوك ارحميني واي حاجه تطلبيها انا هعملها مهما كانت. قالت لها يوجينا ان في حاجه واحده بس ممكن تعمليها لكنها صعبه جدا، وهي انها تترجم النصوص المقدسه في مكتبه المعبد. ففرحت ريليانا جدا وطلعت تجري على المكتبه قبل ما تكمل يوجينا كلامها، وبتدخل ريليانا المكتبه وما بتلاقيش اي حد فيها، وعلى الرغم من معرفتها بان كل النصوص اللي موجوده في المعبد صعبه جدا، لكنها فرحانه بانها اول ما انتقلت للعالم ده اكتشفت بان عندها القدره على انها تفهم اي لغه صعبه. ولما بتلاقي النصوص موجودة على المكتب بدأت انها تترجمها زي ما مطلوب منها بالظبط. ولسه مساعد هيكا عمال يجري وراه وبيقول له احنا لفينا المعبد كله 10 مرات من امبارح لحد دلوقتي وما لقيناش البنت اللي انت بتدور عليها، ولازم ترجع لعملك دلوقتي. فقال له هيكا انا ما طلبتش منك ان انت تيجي ورايا. فقال له المساعد بتاعه مستحيل اسيبك لوحدك، وبيكمل يلف معاه مرة تانية. فقرر هيكا انه يرجع يترجم النصوص بتاعته مرة تانية في المكتبة، لكن بيتفاجئ المساعد بتاعه وقال له مين اللي اتجرأ على انه يكمل العمل بتاعك بالشكل ده. وبدأ المساعد بتاعه يعتذر له وقال له ارجوك سامحني انا كنت منشغل معاك. لكن المفاجأة ان هيكا كان منبهر جدا بالشخص اللي ترجم النصوص دي، وان الكتابة بتاعته طبيعية جدا كأنها لغته الام. وبيسأل المساعد بتاعه ازاي عندنا شخص بالموهبة دي، مع شوية تعليم مني هيبقى رائع جدا. وبيطلب هيكا من المساعد بتاعه بانه يبحث له عن الشخص اللي ترجم النصوص دي بسرعه. فبيطلق المساعد بتاعه فراشه سحريه تبحث له عن اللي كتب النصوص دي وتقف عليه، وبسرعه بيطلع هيكا يجري ورا الفراشه دي، وبتقف الفراشه على ريليانا. واول ما بيشوفها هيكا بيجري عليها وقال لها انت البنت اللي انا قابلتك في الحديقه. فقالت له ريليانا انت عايز ايه يا طفل انت؟ وبتقول في نفسها هو الطفل ده ليه عمال يلحقني من امبارح؟ فاكتشف هيكا لما وقفت عليها الفراشه بانها نفس الشخص اللي ترجم النصوص، وسألها هو انت اللي ترجمتي النصوص اللي في المكتبة؟ فقالت له ايوه. فقال بصوت عالي بلغة محدش بيفهمها غيره، بالنسبة لواحدة غير متحضرة فده كويس جدا. فزعقت له ريليانا وقالت له بنفس اللغة اللي بيتكلم بيها ما تقولش عليا كده تاني. فانبهر جدا ازاي هي قادرة تفهم اللغة دي وتتكلم بيها وكأنها لغتها الأساسية. وفجأة هيكا بينده على المساعد بتاعه وبيمسك ايد ريليانا وقال له انا خلاص قررت ان اخلي البنت دي التابعة ليا. فاتخض المساعد بتاعه وكمان ريليانا، وقال له المساعد بتاعه ارجوك هي ما تنفعش انها تكون المساعده بتاعتك،
ولما استغربت ريليانا ليه المساعد بيتكلم بأدب كده مع الطفل ده، فقال لها المساعد بإن ده رئيس الكهنة هيكا، رئيس المعبد ده كله. ده اللي خلى ريليانا في حالة صدمة، واتحطمت صورة رئيس المعبد اللي كان في دماغها جدا. وبيقول لها رئيس الكهنة ويدا المساعد بتاعه بإن هو أصبح بالشكل ده لأن تمت ختم قوته. وبيقول هيكا ريليانا اعتبر إن هو من الشرف ليكي إن أنا اختارك كمساعدة ليا. وريليانا ماسكة راسها وبتقول إزاي ما حدش قال لي إن أنا انتبه لأي حد بشعر أبيض. فانحنت له ريليانا بكل أدب وقالت له أعرفك على نفسي، أنا ريليانا مكملا. فبيقول هيكا لنفسه أنا عرفت ليه أنا ما عرفتهاش، لأنها من النبلاء اللي أنا بحتقرهم. وبدأت ريليانا تقول له بإنها ما تستحق الشرف إنها تكون المساعدة بتاعته، فاستغرب إنها بترفض عرض زي ده. وبتقول ريليانا في نفسها يعني أنا المفروض أقعد مع شخص غريب زي ده وترجم النصوص الغريبة دي؟ لا طبعا. وقالت له أنا بعتذر لك إن أنا فشلت بإن أنا أكون على قد توقعاتك. فقال لها لو انت بتتكلمي على اسلوبك وتعاملك معايا اول ما قابلتيني فانا يا ستي مسامحك، بس توافقي ان انت تكوني تابعه ليا. فقالت له على الرغم من كل ده فانا بعتذر لك عن عرضك ليا. واتخض ساعتها وسأل المساعد بتاعه هو انا سمعت غلط، هي رفضت ليه؟ وساعتها كان متضايق جدا لما سابته ريليانا ومشت، وطول الليل والنهار يسأل المساعد بتاعه هي ليه ريليانا رفضت العرض بتاعي. فبيقول المساعد بتاعه في نفسه الراجل العجوز دوت عمال يسألني من الفجر نفس السؤال ده، بس الغريب انه اول مرة يكون كده مع اي شخص. يمكن لو اي حد تاني كان في مكانها كان بدأ يزعق له ويقول له ازاي تتجرأ بان انت ترفض طلبي بالشكل ده، لكنه المرة دي على عكس المتوقع ما عملش كده ابدا. وبدأ المساعد بتاعه يقول له يمكن كان المفروض ان انت تخفف عليها العبء، زي انك تكون اكثر ودية معاها. وبيسكت شوية في نفسه، بعدها بيقول يستحيل العجوز ده يعمل كده ابدا، وبيبدأ ينحني له ويعتذر له. لكن على غير المتوقع بتعجب هيكا فكرة المساعد بتاعه جدا، وقال له يمكن هي بتعمل كده علشان لسه ما تعرفش انا مين، علشان كده انا بأمرك انك انت تفتح البوابة المؤدية للارض المقدسة. فبيتخض المساعد بتاعه جدا وبيجري العاملين علشان يفتحوا البوابة وهم مستغربين ليه رئيس المعبد امرهم بكده. ولما بيسمع الدوق نوا ومعاه الحارس ادم تايلور ان في دوشة في المعبد بره بيستغرب جدا، لان دي اول مرة تحصل في المعبد من زمن فات. وريليانا بتسأل نفسها بعد ما سمعت نفس الدوشة دي ايه اللي بيحصل في المعبد بالظبط. فقالت لها خادمتها بان ممكن يكون الدوشة دي بسبب ان كلهم بيحضروا للطقوس اشعال النار المقدسة في المعبد بكرة. وبتقول لها انها سمعت ان التحضيرات ما بتكونش بالشكل ده في العادة. فبتفرح ريليانا جدا وبتكمل الخادمة وقالت لها انها شافت الحجر المميز ده بداخل اشيائها اللي كانت في الحقائب، وان هو دبوس شعري جميل جدا ومميز، ولو هي لبسته في الاحتفالات بكرة فهيناسب شكلها جدا. وتاني يوم لما بتلبس ريليانا وبتستعد للاحتفالات بتقول انا ليه بيراودني الاحساس السيء ده طول اليوم، وكأن في حاجة غلط هتحصل النهاردة. لكنها بتشكر خادمتها على تجهيزاتها الجميلة ليها. وبنلاحظ خروج سحر من دبوس الشعر اللي لبسته ريليانا. ما تنسوش تتابعوا الاحداث اللي جاية.